هدير خديم كاتبالي في الكومنت تقول لي ممكن اعرف ايه علاقه الجروس بروفيت بالمارك اب؟ يعني هو الحته دي بيحصل فيها فعلا شويه لخبطه. الجروس بروفيت والمارك اب كقيمه ابسوليوت هما الاثنين تقريبا بيبقوا نفس القيمه، لو يعني جنبنا الموضوع بتاع العماله والحته دي. خلينا نشرحها لكم. لو انا ببيع منتج ب 100 جنيه والمنتج ده تكلفته عليا 60 جنيه، يبقى انا بكسب فيه كده 40 جنيه. ال 40 جنيه دي هي ممكن نقول عليها جروس بروفيت وممكن نقول عليها مارك اب. طب امتى نقول عليها كده وامتى نقول عليها كده؟ لو انا بتكلم كجروس بروفيت برسنتج وهحسبها، يبقى هقول انا بكسب 40 جنيه على ال 100 جنيه، يبقى بكسب 40% من ال 100 جنيه جروس بروفيت. يبقى انا هنا حسبتها برسنتج من الريفينيو بتاعي، ده اسمه جروس بروفيت. لو حسبتها العكس، ان انا عندي منتج عايز اعمل عليه مارك اب 40 جنيه يعني بيكلفني 60 وانا عايز اكسب فيه 40، في الحاله دي بحسب ال 40 على ال 60 مش على ال 100، على الكوست بتاعتي، فهتدينا تقريبا حوالي 66%. فيبقى نفس ال 40 جنيه لو مارك اب او بتكلم عليها كمارك اب هتساوي 66% مارك اب، لكن لو جروس بروفيت هتبقى 40% جروس بروفيت من الريفينيو بتاعي. لو عندكم اي استفسارات او اسئله اكتبوا لنا في الكومنتات. لو عايزيننا نتكلم في اي مواضيع تانية خاصه بالبيزنس ابعتوا لنا على طول. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو انتم على اليوتيوب تعملوا سبسكرايب للقناه.